مسا عليكم واهلا بيكم مروقين في فيديو جديد. عاملين ايه؟ بخير؟ كويسين يعني؟ بص يا روى، قبل اي كلام ودخول في تفاصيل، انت وحشتني ولا منك ليها. لا بجد انتوا وحشتوني قوي، لان انا ما نزلتش الاسبوع اللي فات، وده الاسباب التعب اللي انا واضح عليه دلوقتي. المهم من الاهم، خلينا نبدا ليلتنا وفي اقصى سرعه، لان اللي انا جاي احكيه الليله ما ينفعش ان انا استنى عليه اكتر من كده. بس قبل كل شيء انا عايزك تغمض عينك. لا انا عايزك تغمض بجد، وابدا تخيل قصادك المشهد ده، وهو ان المكان كله من حواليك بيحوطه السواد، وفي باب صغير من بعيد قوي وسط السواد ده. ابدا روح ناحيه الباب ده وبكل هدوء افتح، وقتها هتلاقي نفسك بإيد داخل بيت الخيال، عالم هتسمع فيه كلام يمكن عقلك ما يصدقهوش من كتر ما هو مرعب ليك، لأن العالم ده مليان قصص ما تتصنفش بأنها رعب أبدا، لأنها فاقت الرعب ودخلت في الجد. مش هقولك إن الموضوع محتاج قلب، لا 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 خالص، ده أنا عايزك تسمع كل حاجة هتقابلها جوه العالم ده. بس جدع استحمل، لان قنديل هيسمعك كلام عمرك ما سمعته، شوية قصص من عالمنا المرعب ده تخليك تتعب نفسيا. في المرة الأولى اللي اشتغلت على جثة ميتة كنت حاسس إن الأمر طبيعي ومش غريب، وما كنتش خايف رغم إنها كانت مرتي الأولى. أنا دايما كنت ببقى مستمتع بالاستماع للناس، بس في الفترة الأخيرة لما الأمر بقى متعلق بالشغل، مهارة الاستماع اللي عندي دي بقت بتمثل لي مشكلة كبيرة. كنت سعيد جدا ان انا مجرد مساعد في المشرحة. صدقت يا روى، قناة مليانة قصص كتير بيتحكي فيهم شوية كلام صعبين جدا، محتاجة منك انك تطفي النور حواليك وتقعد وبكل هدوء تستمتع زي ما انا عامل كده، لان انا بقالي يومين مطبع عند قنديل ولسه ما خلصتش القصص بتاعته. فتعالى بقى ولا منك ليها نكمل القصص دي سوا. هسيب لكم لينك القناة بتاعت قنديل في الوصف او في الكومنت المسبق، مستنيكم هناك بقى مروين. المهم من الاهم دلوقتي وهو انك تبدأ معايا في تجهيز طقوس سهرتنا، ولا اكيد من غير ما اقولك انت عارف هتبدأ ازاي. هتروح لمطبخكم الجميل وتحضر لي قهوتك المظبوط وانت بتتفرج معايا على اجمل كومنتات الفيديو اللي فات، واللي بالمناسبة انا قريتها كلها وادركت قد ايه ان القصة اللي فاتت عجبتكم، فشكرا ليكم روقين على دعمكم ليا. الاهم من المهم، حضرنا قهوتنا ودخلنا اوضتنا وطفينا النور حوالينا ولبسنا الهاند فري في ودننا ونزلنا تحت حطينا اللايك بصبعنا الصغير. يبقى فاضل ايه كده دلوقتي كمان؟ تقريبا كده مفيش حاجة تانية، فده معناه ان ملواني هيقولك بسم الله، فلنبدأ. باب شقتي خبط في وقت فعلا كان متأخر من الليل، ودي عمايل شخص بارد وبجح ما يعملهاش غير بني آدم واحد بس، وهو بكل تأكيد أبو الحسن. ولكن ليلتها مع خطوات بطيئة مني تجاه باب شقتي اللي دايما بكون فيها وحدي، لأني شخص عازل عن أهلي وقاعد بعيد عنهم كمان، كنت بتحرك تجاه الباب وأنا بقول بصوت واضح: ومين غيرك عينه بجحة واسعة يجي لحد في الوقت المتأخر ده؟ ثواني يا أبو الحسن هفتح لك. وحطيت إيدي على أكرة الباب وقمت فتحه. حالة من الصمت حلت عليا وانا واقف على باب شقتي، من عدم ادراكي للحظة وعدم فهم لازاي باب شقتي خبط دلوقتي، واصلا مفيش حد. للحظة انا شكيت ان دي حركة عيال صغيرة، لان العمارة اللي انا ساكن فيها مليانة بعائلات وكده، فانا قلت يلا كده كده انا هعزم من الشقة دي قريب لانها مش عجباني اصلا. وقمت مرجع رجلي لورا في الشقة وبدأت ان انا اسحب الباب علشان اقفله، الا وان عيني تشوف شيء كان محطوط على عتبة باب شقتي. ثواني قليلة وانا باصص ومتنح بعد ما ادركت ان اللي خبط على الباب من شوية هو صاحب الشيء اللي قدامي دلوقتي، اللي كان عبارة عن هدية، مجرد هدية. ما فكرتش كتير في لحظتها وقلت لنفسي معجبينك كتيرة ولا مل واكيد دي حركتهم يعني. وقمت مميل على الهدية واخدتها وقمت قفل الباب. انتم عارفين يا مروقين ان ملواني شخص فضولي جدا، وده اللي خلاني يومها بعد ما قفلت باب شقتي ادخل والهديه دي في ايدي، ونظراتي ليها كانت بابتسامه، رغم ان مرسل الهديه دي شخص مريب حبتين يعني، رغم ان رمى هديته ليا على باب شقتي ومشي من سكات بشكل غامض، وده اللي خلى فضولي يتحفز تجاه الهديه بتاعته اللي كان سايب لي عليها من بره كارت، مجرد كارت معايده صغير وكاتب لي فيه جمله بسيطه: استمتع يا صديقي. دخلت بالهديه لحد اوضه الضيوف وقمت حاطط الهديه دي، وبدات بكل فضول وحماس افتح العلبه علشان في لحظتها يا مروقين
تطير من على وش الابتسامة، والفضول والحماس يختفوا من أول نظرة ليا جوه البوكس بتاع الهدية دي اللي كانت محتوية على مجرد شيء تافه جدا، اللي هي فازة ورد. بجد فازة ورد، حاجة خلتني كنت عايز أقوم أكسرها على الأرض، بس أنا مسكت نفسي بالعافية. كنت هموت وأعرف مين اللي بعتها علشان بس أفهم سبب أجواء السيمة اللي هو دخل بيها عليا دي. قال إيه، خبط وساب هديته على باب شقته وجري. ده أنت مجهول جدا يا راجل، بس كويس إنك هربت، لأن أنا لو كنت عرفتك كنت هجيلك لحد عندك وأحط لك الفازة دي في طيبة قلبك. شخص مستفز جدا. وقتها بعد ما دم اتحرق رميت علبة الهدايا دي وقمت ماسك الفازة في ايدي كده وفضلت باصص لها بحرق الدم. اصل يعني اول مره حد يبعت لي هديه وفي الاخر تطلع فازه، انا حرفيا كنت ماسك نفسي بالعافيه. فقمت واخد نفسي كده وهديت، وقمت حاطط الفازه دي على الترابيزه في اوضه الضيوف وقلت استفاد منها تعمل لنا منظر في الشقه وخلاص. وقمت سايبها ورجعت للصاله علشان اكمل اللي انا كنت بعمله ليلتها وانا سهران، وهو ان انا كنت قاعد بقرا روايه، فقلت اروح اكملها وانسى حرقه الدم دي. وصلت وقتها على الكرسي في الصاله وقعدت ومسكت الروايه في ايدي وقلت بسم الله، قام النور قاطع. النور بقى في حياتنا شبه فاصل الإعلانات، بيجي ساعة ولا 2 وباقي اليوم قاطع. بس لأ، دي كانت أول مرة يقطع في حدود الفجرية، عمرها ما حصلت دي، لأن كل ليلة ببقى قاعد سهران لوحدي وعمر ما النور قطع. بس قلت خير، كده أنا كنت فصلت من حوار الهدية دي، وقلت هروح أنام وأبقى أكمل قراية الرواية دي بعدين. فبدأت وقتها وأنا قاعد على الكرسي وسط الضلمة أمد إيدي كده جنبي على تليفوني علشان انور للطريق كده، بس انا عمال احط ايدي هنا وهنا واحسس التليفون مش موجود جنبي. فضلت افتكر انا حاطه فين التليفون. الاهم ان انا في لحظتها لطمت على وشي، لان انا افتكرت ان انا حاطه على الشاحن في الاوضه لانه فاصل شحن. فقلت ما بدهاش بقى، انا هقضيها تحسيس لحد درج المطبخ، لان انا شايل في شمع، فهقوم اجيبه واولعه ينور لي طريق لحد الاوضه علشان اعرف انام واعدي ليلتي دي من سكات. قمت اولع روقه وسط ضلمه وانا بحسس، وارجو منك ما تفهمش غلط، لان انا كنت بحسس حواليا وسط الضلمه، وفضلت على الحال ده ماشي ببطء وسط الضلمه لحد ما في لحظه سمعت صوت كركبه غريبه وكأنه شيء وقع على الارض. قلت يمكن الصوت جاي من الشقق اللي فوقينا، وكملت تحسيس مروقين لحد المطبخ، رغم ان انا كنت في لحظتها بس بحاول اطمن نفسي، لان اقسم بالله كنت حاسس في لحظتها ان الصوت ده سمعته كان جاي من شقتي انا. بس قلت اعدي ليلتي ولا ملواني من سكات، والشقه انا بقالي فتره عايش فيها وعمري ما حصل لي فيها حاجه غريبه. المهم من الاهم انا وصلت المطبخ بعد ما رجلي خبطت في كل حاجه حواليا وانا ماشي وسط الضلمه، بس وصلت الحمد لله بدون اصابات. دخلت وفتحت الدرج وبدات احسس جوه الدرج يا ولد، ولقيت الشمع، وقمت ساحب واحده منهم. ومن عادتي السيئه اني بشيل في جيبي دايما ولعتي علشان السجاير، ربنا يبعدنا عنها قادر يا كريم. حطيت ايدي في جيبي وقمت مطلع الولاعه وقمت ولع الشمع. بس نار الشمع وقتها يا صديقي ما كانش مستقر، وكأن عمال كده عمال اتنفس فيها. بس اقسم لكم بالله انا وشي في لحظتها كان بعيد عن الشمع، بس كنت واثق ان اللي مخلي الشمع هتطفي كده هو النفس، وده ملوش معنى غير واحد بس، بان في نفس غير نفسي انا. واللي مش عايز اقوله لك مراعاة بمشاعر قلبك الضعيف، وهو ان النفس اللي انا بتكلم عليه ده كان بيخبط في قفايا في لحظتها. مش عايز اقول لك انا قد ايه جسمي اتلج من الخوف وانا بلف بالشمعة ورايا وبستعيذ من الشيطان الرجيم، واللي للاسف ما اكتملش المشهد المعتاد وان لقيت حاجه واقفه ورايا. بالعكس الجو كان هادي جدا في الشقه، بس الجو كان بدأ يكون ساقعة قوي، وده شيء ما يطمنش ابدا يا صديقي. ونصيحة ليك وتحطها مطرح ما تحطها، لو المكان اللي حواليك ساقع او سخن بشكل غير مبرر مرة واحدة، اعرف انهم حضروا حواليك. وده اللي انا ادركته ليلتها. مش قلت لك يا صديقي ان النور مش من عوايده ان هو يقطع في الوقت ده؟ عامه انا اتبعت سياسه التجاهل، او بمعنى اصح انا عملت عبيط وقمت واخد شمعتي وبدات اروح ناحيه الاوضه بتاعتي، وقمت متربس الباب كويس وسندت الشمعه جنبي على الكومودينو واتلفيت كويس على السرير وطلعت راسي من تحت الغطا وبدات اراقب الجو حواليا بخوف تحت نور الشمعه الخافت. وحقيقه ولا روح لو قعدت من هنا لبكره احلف لك ان ليلتها كنت سامع اصوات خلتني كنت عايز اغيط من الخوف. انت مش هتصدقني بس بجد ده اللي كان حاصل. اصوات بقى من اللي قلبك يحبها، كأن
كأن رجلين بتزحف على سيراميك الشقة كلها بره اللي أصلا أنا قاعد فيها لوحدي، والنور اللي بالرغم من هو كان قاطع في الوقت ده إلا إن أنا كنت شايف لمبة عمالة تنور وتطفي بره في الصالة، وكأن اللي بره ده جاي لي رزيني مش أكتر. بس خليه براحته، قسما بالله ما هتعتع من على السرير. الليلة دي عدت على خير لأن أنا ما فكرتش أبدا، وفضلت ثابت على سريري الليلة كلها لحد ما الصبح صبح. بمعنى أصح أنا ما نمتش الليلة دي لأني عشت أسوأ ليلة في حياتي تقريبا، لحد ما جه وقت الظهرية تقريبا. كنت برضو ما زلت قاعد في أوضتي ومتربس عليا الباب، والشمعة كانت طافت تقريبا على طلوع الشمس. المهم من الأهم، في ظل ما أنا قاعد وحابس نفسي في الأوضة، تليفوني اللي كنت سايبه على الشاحن رن، ودي اللحظة اللي أنا قمت فيها من على سريري بعد ثبات دام لأكتر من 8 ساعات. قمت علشان أشوف مين اللي بيرن، ووقتها لقيت اسم مكتوب لي على الشاشة وكان مازن. حطيت إيدي على راسي وافتكرت بلوى أكبر، وهو مازن ابن عمي اللي جاي لي من البلد علشان يقعد معايا يومين لحد يعني ما يظبط مكان يسكن فيه علشان هيشتغل هنا خلاص في القاهرة. بس في لحظتها اتبدلت مشاعر وشي لما اكتشفت ان دي مصلحة حلوة. مازن ابن عمي هيجيلي هنا، يعني هيونسني في المكان ده لحد يعني ما اشوف مطرح غيره، رغم ان انا عمري ما شفت حاجة في الشقة هنا. بس يلا انا اصلا كده جايبها بإيجار بسيط، يمكن يعني يكون ليها ماضي ولا حاجة، بس ما حدش بيتكلم. المهم في لحظتها انا رديت على مازن ابن عمي وبدون اي مقدمات قلت له الو ابن عم حبيبي انت فين يا اسطى؟ قال لي انا جاي لك اهو يا ابن خالي، مسافة ما اوصل مصر هجيلك. قلت له توصل مصر ليه وانت جاي من ليبيا؟ المهم حصل صمت كده اللحظات، وبعدها رجع مازن كمل كلامه وقال هوصل مصر واكلمك يا ابن خالي. فدركت وقتها ان نور ما فهمش الافيه، وقفلت السكه معاه وقتها، وفضلت كده لابت على سريري وقتها وما اتحركتش، رغم يعني ان خلاص الصبح يعني صبح. بس قسما بالله ما هتعطى من الاوضه دي الا لما يجي مازن. ساعه واتنين يا مروقين ومازن رجع رن عليا، فتحت عليه لقيته ماسك في خناقه. قلت له ولا مالك في ايه؟ وهو مش بيرد عليا وعمال يتخانق مع الشخص اللي معاه ده. فضل كده لدقيقه كامله تقريبا، وعمال سايبني على الخط وعمال يتخانق وفجاه قال لي الو يا ابن خالي انا وصلت مصر. قلت له حبيبي الحمد لله على السلامه. قلت له المهم انت بتتخانق مع مين؟ البس واجيلك؟ قال لي لا ما فيش يا ابن خالي ما تقلقش، خليك انت انا جاي لك في الطريق، انا ديني راكب كريم وجاي. قلت له لا مؤاخذه ما سمعتش كويس، كريم مين اللي انت راكبه؟ قال لي كريم يا ابن خالي برنامج المواصلات. قلت له كريم تمام فهمتك يا ابن عمي خلاص. قال لي ابن الصرمه عايز مني 46 جنيه في التوصيل. قلت له يا عم فكك اديله 50 ولما تيجي انا هحاسبك عليها، بس ابوس ايدك انجز هموت وادخل الحمام. فسكت كده اللحظات وقال لي حمام ايه؟ في حاجه يا ابن خالي؟ قلت له لا ما تركزش يا ابن عم، وقمت قايل له تيجي بالسلامه، وقمت قافل معاه. ومفيش دقايق مروقين وباب شقتي قام وخبط. بدأت أقوم من مكاني وفتحت باب أوضتي أخيرا، وأنا طالع منها كده وبراقب أجواء الشقة بخوف، ولقيت إن النور شغال في الصالة عادي جدا. فاطمنت شوية بس برضه كنت لسه خايف. بدأت أروح ناحية باب الشقة علشان أفتح لمازن ابن عمي، وحطيت إيد على أكرة الباب وقمت فاتح بسم الله الرحمن الرحيم، وبدون مقدمات كده. مفيش حد على الباب يا حلولة ولا يا مازن انت فين؟ مفيش حد. فجأة سمعت صوت خطوات جايه لي من تحت على السلم. فضلت مراقب الخطوات اللي طالعه على السلم دي لحد ما لقيت ان اللي طالع ده مازن. فضلت باصص له كده بنظرات غريبه، وقمت قايل له ولا مازن هو انت كنت هنا وخبطت؟ قال لي خبط يا ابن خالد انا لسه واصل. وقام قرب مني في لحظتها واخدني حضن وبدا يقول لي حبيبي يا ابن خالد وحشنا قوي قوي قوي. بعدها قام راجع لورا كده بصلي في وشي كده بتركيز وقام قايل لي مالك؟ هو في حاجه؟ انت مش بتاكل كويس ولا ابن خالي؟ فانا بصيت له كده باستغراب وقلت له ادخل يا مازن ادخل. وكنت باصص وقتها على السلم كده بنظرات فيها قلق، مش فاهم مين دلوقتي اللي خبط عليا، بس قلت خير وبدات ان انا ادخل ورا مازن الشقه. ولكن وانا داخل الاقي لك شيء خلى جسمي ساب وانا واقف مكان على باب شقتي، وهو الشيء اللي كان مرمي على عتبة باب شقتي. بلعت ريقي في لحظتها وقمت مميل على الحاجة دي، واللي كان كارت معايدة مكتوب فيه جملة واحدة: ليلة سعيدة. فضلت متنح للكارت بخوف وانا مش فاهم حاجة. وقمت باصص على مازن كده جوه الشقة وقلت له بقول لك ايه، هو انت ما لمحتش حد خارج من العمارة وانت طالع؟ قال لي حد؟ لا واص ما لمحتش حد يا ابن خالي، ويلا انجز كده عشان انا عايز اكل. فنمت في لحظتها بصيت للكارت كده بخوف وقمت قافل الباب.
كنت واقف في المطبخ بحضر فطار ليا والمازن، وهو كان بيغير هدومه جوه. بدات اطلع الفطار على الترابيزه بتاعت السفره وانا بندع على مازن وبقول له يلا الاكل جاهز، وقمت قاعد وقتها علشان اكل. وفي لحظتها يا مروقين لقيت منظر خلاني كنت عايز ارجع. مازن ابن عمي من فصائل الشمبانزي، شخص مشعر جدا. تخيل بقى ولا روى كائن الشمبانزي ده وهو خارج عليا بشورت وفلين داخليين، وقام قاعد قدامي على الترابيزه بتاعت الاكل وقعد يحش. وانا وقتها كنت قاعد باصص له كده وهو قام قايل لي مالك مش بتاكل ليه؟ حالك مش عاجبني على فكره. قلت له لا ما تاخدش بالك انا اصلا اكل خفيف. قال لي بس لا ده انت ما ينفعش الكلام ده، لازم تهتم بشويه بنفسك. او انت مش شايف عظم وشك باين ازاي؟ ده انا يا راجل اتخضيت لما شفتك. قلت له يا عم في ما تقلنيش على نفسي وانا تمام اهو. قال لي تمام يا ملعيني، هو انت ما عندكش مرايات هنا في الشقه ولا ايه؟ فانا وقتها بصيت له باستغراب كده وما كنتش فاهم هو ليه بيقول كده. حاولت ان انا اكل معاه في وقتها الاكل بسرعه علشان كنت جعان قوي، بس مجرد ما حطيت اللقمه عند بقي لقيت معدتي قلبت. احساس كان غبي قوي. وقتها جريت على الحمام وحطيت وشي في الحوض. ولو انت بتقرف فاسكاب بالحته دي يا روى علشان مش عايز اعرفك، لان انا في لحظتها رجعت وبشكل مريب جدا. كنت برجع وفي نقط دم نازله من بقي في الحوض. حرفيا انا خفت على نفسي وكنت بقول هو في ايه، وقمت رافع وشي على المرايه اللي فوق الحوض علشان في لحظتها جسمي يتنفض وارجع لورا من كتر الخضه. مين ده مستحيل اكون انا. هو شكلي عامل كده ليه؟ وشي عضم بشكل غريب جدا وعيني تحتها سواد مريب حرفيا. انا ما كنتش كده، انا لحد امبارح بالليل وانا كنت تمام. هو ايه اللي حصل لي؟ يومها مروين سبت مازن في الشقه ونزلت للدكتور اعرفه معرفه سطحيه كده. رحت وكلمته علشان اعرفه على حالتي المريبه دي. وهناك الدكتور ده واللي بالمناسبه كان اسمه الدكتور ادهم حقيقي هزقني بغباء وقال لي هو ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ وقال لي انت عندك هبوط حاد في الدوره الدمويه، ومن واضح ان انت بقالك اسبوع ما اكلتش ولا بتنام حتى. حقيقي انا كنت بسمع كلامه ده وانا مذهول. انت بتقول ايه يا دكتور ادهم؟ انا تمام وباكل وكنت زي الفل عادي، انا في الحاله دي النهارده بس. وقتها اتعصب عليا وقال لي انت بتكذب على مين؟ ده انت واضح انك مهمل في نفسك بقالك شهور. وبدا وقتها يكتب لي على شويه ادويه وقال لي تمشي عليهم في اسرع وقت علشان حالتك ما تسوقش اكتر. وسبت وقتها ونزلت من العياده بتاعته ورحت جبت الادويه بتاعته ورجعت يومها شقتي على حلول المغربيه. كنت سايب مازن ابن عمي طول اليوم هناك لوحده. وصلت الشقه مروقين ولقيته قاعد في نص الصاله ماسك مصحف وبيقرا فيه ومشغل كمان حواليه قران. فانا دخلت كده وقلت له ايه الايمان ده كله يا عم مازن؟ ده انت ناقص يا راجل تولع بخور في الشقه. بص لي كده وقتها فضل ساكت شويه وقال لي هو الدكتور قال لك ايه؟ فانا قلت له لا مفيش والله، ده كتب لي شويه ادويه وخير ان شاء الله. ففضل باصص لي برضه كده شويه، بعدها قال لي تمام ورجع بص في المصحف وكمل قراءة قرآن. فانا وقتها مروين استغربت، ده مش مازن ابن عمي، مش حاسه خالص. فانا قلت قايل له مالك في ايه؟ فانا قمت داخل على المطبخ على طول وعملت له اكل انا وهو عشان برضه اعرف انا كمان اخد العلاج اللي كتبه له الدكتور ادهم. المهم عملت الاكل وقتها حطيته على الترابيزه وبدات اقول له تعالى يا مازن كل. فبص لي كده شويه وقال لي لا مش جعان كل. فاستغربت اكتر وبعدها قلت خلاص يمكن اكل وانا بره. بدات يا مروين وقتها اقول بسم الله علشان اكل. مجرد ما حطيت المعلقه عند بقي لقيت نفس الشعور المقزز بتاع الصبح ده تاني. جريت على الحمام وبرضه نفس اللي حصل لي الصبح حصل لي تاني، بالاضافه لكميه وجع مش طبيعيه جوه بطني. انا عمري ما تعبت بالشكل ده. فضلت مميل وشي في الحوض لفتره طويله ومش قادر اعدل نفسي. الا وان جت اللحظه يا مروقين وانا مميل راسي في الحوض لقيت عقلي بدا يقول لي هو في ايه؟ هو الجو برد كده ليه في الحمام؟ عيني بدأت تترفع كده حواليا لأن قلبي ما كانش مطمن بصراحة في لحظتها، لأن الجو كان برد فعلا وقتها وده شعور انتوا عارفينه كويس. فرفعت عيني حواليا في الحمام بس لقيت الدنيا هادية، صوت مازن بره بيقرأ القرآن. فأنا قلت وقتها أكيد البرد ده بسبب التعب اللي حل عليا، فقلت راح أتوضى وأصلي يمكن أهدى. واتوضيت فعلا مروقين وقتها. بدأت أطلع من الحمام وأنا بستعيذ من الشيطان الرجيم ورحت على أوضتي علشان أصلي. بس وقتها وأنا معدي مازن كان لسه قاعد بيقرأ في المصحف، لكنه كان باصص لي بنظرات غريبه ومريبه ما خلتنيش استريح له في لحظتها. كنت حاسس ان في حاجه غلط بس طنشت وبدات ادخل لاوضتي علشان اصلي. بدات فعلا مروقين الصلاه، قريت الفاتحه وسوره الاخلاص وقمت مميل كده وانا بقول الله اكبر. بدات ادعي ربنا ان انا ارجع بخير ويشفيني من اللي انا فيه دلوقتي. وقتها يا مروقين وانا مميل راسي كده وبدعي عيني ابتدت تروح لشيء كان واقف ورايا وانا بصلي. بدأت اقول لنفسي ده اكيد مازن، يا رب يعني يكون هو. بس مازن
رجليه مش رفيعة ولا لونها اسود، والشعر مش مغطيها بالكامل زي الحيوانات كده. الشيء اللي واقف ورايا في اللحظة دي ما هواش مازن، وده واضح على صوت نفسه اللي انا سامعه اللي يشبه زمجرة الكلب السعران. جسمي اتلبش في لحظتها وما كنتش عارف اعمل ايه. غمضت عيني وكملت الصلاة في خشوع وانا بترعش، والاخر ركعة كنت حاسس بوجود الشيء ده ورايا لحد يا مروقين ما سلم، وقمت لافف وشي بكل بطء ورايا، ولكني ما لقيتش اي حاجه. استعذت من الشيطان الرجيم وبدات اطلع لمازن ابن عمي بره اللي كان لسه مازال بيقرا قران وقاعد. بدات اروح ناحيته وقلت له: مازن، هو انت كنت عايز مني حاجه دلوقتي؟ فبص لي كده وقال لي: لا مش عايز حاجه منك. فانا قمت قايل له: امال جيت لي ليه الاوضه وانا بصلي دلوقتي؟ ففضل وقتها مازن باصص لي كده بشكل غريب، وقام قايل لي: انا ما اتحركتش من هنا اصلا، وقاعد اهو بقرا قران وما اتحركتش. فانا وقتها بلعت ريقي وايقنت ان شعوري فعلا كان صح، بان الشيء اللي كان واقف ورايا وانا بصلي ما كانش مازن. فبدات اروح جنب مازن كده بكل رعب وخوف وقعدت. فضلت ساكت شويه، بعدها عدلت وشي على مازن وقلت له: مازن، هو في ايه؟ انت مالك؟ طيب في حاجه؟ المصحف مش مفارق ايدك من ساعه ما انا رجعت من عند الدكتور ادم. فهو فضل باصص لي كده شويه ساكت. بعدها قال لي: معلش يا ابن خالي، انا متعود اقرا قران كده. قلت له: من امتى كده يا مازن؟ ما انا عارفك ما بتركعهاش. قال لي: سيبها على الله. ففضلت قاعد جنبه يا مروين وقتها من سكات لحد ما الوقت اخر خلاص. وحقيقي كنت قاعد الوقت ده كله عيني عماله تتقل وتتقل واحده واحده. ما كانتش بسبب قله النوم، لا دي كانت بسبب السخونه اللي حلت عليا فجاه. ما كنتش فاهم في ايه بجد. فطلبت من مازن وقتها وهو قاعد جنبي علشان يقوم ينام، ودخلت الاوضه عندي واكتشفت وقتها ان السرير مش هيشيلنا انا وهو، لانه ما شاء الله كان ضرفه. فقلت له: انت هتنام هنا على السرير وانا هنام بره في الصاله. قعد يقول لي: بلاش يا ملواني، فكك، ادينا نقضي الليله سوا هنا وخلاص. حسيت وقتها يا مروين منه ان هو مش مهتم انا انام فين، لا انا حسيت وقتها ان هو خايف ومش مطمن. قلت له: يا عم ما تخافش، انا كده كده هنام بره هنا جنبك وانت نام هنا وخلاص. فرضي وقتها في الاخر واقتنع ونام هو على السرير، وانا قمت ساحب غطا ورحت على باب الاوضه بتاعتي علشان اقفله، ولكن في لحظه انا خفت. قررت اسيبه مفتوح علشان مازن يونسني وما بقاش بره لوحدي. وطلعت في الصاله وقمت فارش على الكنبه وسندت راسي اللي كانت هتتفرتك من السخونه، وقمت مشغل قرآن على تليفوني وغمضت عيني ونمت. تليفوني ابتدى صوته يعلى ويوطى. قام فجأة القرآن اللي شغال عليه فصل. وقتها انا بدأت اتعدل من على الكنبة علشان ارجع القرآن اللي فصل لوحده ده. قمت معدول كده ومسكت التليفون بتاعي ولسه هشغل القرآن، ولكني في لحظتها لمحت على طرف الكنبة اللي انا نايم عليها دي شيء بنفس الرجول المشعرة المرعبة دي واقف لي. بدأت أرفع عيني بكل بطء على الشيء اللي واقف ده. لقيته وش بني آدم على هيئة كلب مليان شعر، وعينه الاتنين مش موجودين تماما. بدأت أستعيذ من الشيطان الرجيم وأنا بحاول أقوم من مكاني، ولكن جسمي كان مشلول تماما. كنت بحاول أحرك إيدي ولكنها ما كانتش بتتحرك زيها زي رجلي، كأني فعلا اتشليت. وقتها الشيء اللي كان واقف على طرف الكنبة ده وبيراقبني بصمت بدأ يتحرك تجاهي، ومعاه كمية برودة مش طبيعية بتزيد في كل خطوة بيقربها مني. كنت عايز أصرخ وقتها ولكن صوتي ما كانش خارج، وعايز أقوم ولكني برضو مش عارف. والشيء المرعب ده عمال يقرب مني بكل بطء لحد ما وقف جنبي، وعيني بص على رجليه اللي جنب وشي بالظبط اللي مليانه كلها شعر، ومش عارف اتعدل ولا عارف ارفع عيني عليه حتى. فبدأت اغمض عيني وانا بستعيذ من الشيطان الرجيم وبحاول ان انا اقرأ اي حاجه في سري، ولكني مش لاقي اي حاجه من اللي انا حافظهم، وكأني عقلي اتمسح حرفيا. فضلت مغمض عيني لان دي الحاجه الوحيده اللي انا قادر اعملها وانا عمال استعيذ من الشيطان الرجيم. لحد يا مروقين وفي لحظة حسيت إن مفيش حاجة حواليا، فبدأت أفتح عيني بكل بطء. لقيت الكائن المرعب ده وشه في وشي وقام صارخ. عيني فتحت
فتحت ولقيت الصالة من حواليا ضوء الشمس مغطيها. ما كنتش فاهم في لحظتها أنا كنت نايم وبحلم ولسه صاحي ولا ده حصل فعلا. حاولت احرك ايدي ورجلي، لقيت نفسي قادر اتحرك، بس كنت حاسس بكميه وجع في كل شبر من جسمي وكاني واخد علقه سخنه حرفيا. فبدات ان انا اتعدل من على الكنبه علشان الاقي في الكرسي اللي جنبي شخص قاعد وحاطط قدامه شنطه وباصص لي، والشخص ده يبقى مازن ابن عمي اللي كان مستنيني اصحى علشان يقول لي الاتي بانه خلاص ماشي. ولما سالته عن ان هو لقي شقه هنا في القاهره ولا ايه، ما ردش عليا رد مقنع، وحسيت ان هو ما لقيش مكان لسه، بس هو عايز يمشي من عندي في الشقه وده كان باين على وشه. ما رضيتش اجبره على القعاد عندي وقلت له لريحك يا مازن، فبدا يقوم من مكانه وودعني من السكات بعد نظرات غريبه منه في عيني. بعدها قام فتح باب الشقه ووقف مكانه، بدا يبص جوه الشقه كده بنظرات اغرب، قام باصص لي انا بنظره اخيره وقام سابني ومشي. وقتها بدأت ان انا اقفل باب الشقة ورحت على الحمام علشان اغسل وشي اللي كان حرفيا مولع. بقيت راسي في الحوض وبدأت اغسلها كده بمية ساقعة، ولكن في لحظتها بدأت أشوف شعري بيتساقط في المية. خفت وقتها وبدأت أرفع عيني في المراية علشان في لحظتها أحس بقبضة في قلبي من كتر وحاشة شكلي اللي ما كانش ليه أي تفسير. حرفيا بقى جلد على عظم. هو إيه اللي بيحصل لي؟ هو أنا هموت ولا إيه؟ وقتها أنا طلعت من الحمام بسرعة ورنيت على الدكتور أدهم وقلت له أنا مش بخير، أنا حاسس إن أنا بموت. ورحت له وقتها العيادة بتاعته، وحرفيا هو قلقني على نفسي أكتر ما أنا قلقان. قال لي ملواني أنا مش فاهم إيه اللي بيجرالك، أنت لازم تتحول على المستشفى وفي أقرب وقت وتعمل تحاليل وفحوصات علشان لو في حاجة نلحقك. وقتها أنا هزيت راسي وقلت له حاضر، وقمت سايبه ومشيت وطلعت في الشارع ومشيت وسط الناس. وبسبب نظراتهم تجاهي بدأت ان انا اغطي وشي بايدي، وبدأت اخش من شوارع ما فيهاش ناس علشان اتجنبهم، لان من الواضح ان انا ملفت للانتباه بسبب شكل المريب ده. بدأت امشي في الشوارع الهاديه طول اليوم لحد ما الليل حل عليا ومعرفتش يومها اروح فين. ما لقيتش غير شقتي، فقررت ان انا ارجع وخلاص، رغم ان اليومين اللي فاتوا دول حاسس ان الشقه دي بيحصل فيها حاجه غلط. الشقه اللي عمرها ما كانت كده. رجعت يومها على العماره اللي انا ساكن فيها وركبت الاسانسير وطلعت للدور بتاعي، ولكن من حظي السيء النور قطع عليا وانا في الاسانسير. ما تخافش يا رؤى، دي العاده المعتاده علينا، تقريبا انا موعود بقطع النور عليا وانا في الاسانسير، واعتقد انت كمان بيحصل لك كده. كلها يعني نص ساعه والنور يجي. فضلت قاعد في الاسانسير وانا ماسك تليفوني بحاول ان انا القط شبكه علشان افتح بيها داتا، لان خلاص مضطر ان انا افضل هنا. ما اعرفش حد من السكان علشان يعني يسحبني يدويا بالاسانسير. فضلت مزنوق وسط الضلمه وفي المكان الضيق ده. معلومه سريه مني ليك ولا رؤى، اخوك بيخاف من الاماكن الضيقه وتعتبر بالنسبه لي فوبيا. فتخيل بقى كميه التوتر اللي انا كنت فيها دي، وبالاضافه لليومين اللي انا عايشهم دول. المهم من الاهم، النور رجع والاسانسير اشتغل وطلعت للدور بتاع شقتي. طلعت المفتاح وبدات احطه في باب الشقه وقمت فاتح. بس يا ولا يا روق انا ما دخلتش شقتي، لا ده انا فضلت واقف للحظات على الباب وانا باصص تحت رجلي وساكت. فجأة قمت مميل على الارض ومسكت في ايدي شيء يشبه الشيء اللي قبله. كارت معايدة كان مرمي على عتبة باب شقتي برضه، وكان في جملة كمان، وكانت الجملة دي اتمنى تكون مستمتع يا صديقي. ما بقتش فاهم ايه اللي بيجرى بالظبط، مين اللي بيبعت الحاجات دي وعايز مني ايه، وايه اللي يقصده بكلامه ده. الاهم زقيت باب شقتي وقمت مولع النور حواليا، وقمت قاعد في نص الصالة كده وبدأت أبص حواليا وأنا بقول هو إيه اللي جرالك بالظبط، وأنت حصل لك إيه، ما أنت كنت كويسة. وقتها مروين وأنا قاعد بكلم نفسي كده لقيت تليفوني بيرن في جيبي. طلعته بدأت أبص فيه لقيته مازن ابن عمي. وقتها متردد عليه وقلت له ألو، إيه يا مازن أخبارك إيه؟ لكنه مروين فضل لبعض اللحظات كده ولا بينطق ولا بيتكلم. من بعدها أخيرا رد وقال ملواني أنا رنن عليك علشان أطمن عليك، هو أنت كويس دلوقتي؟ فأنا سكت وقتها ومعرفتش أرد وأقول له إيه، بس حاولت إن أنا أقول له إن أنا كويس. وقتها وقال لي طيب يا ملواني، أنا عارفك إنك بتكذب عليا وبتكذب على نفسك كمان، لأن أنا عارف إنك تعبان دلوقتي وفي أسوأ حالاتك. ملواني انت في شيء غلط بيحصل لك وانا عارف ايه مصدره يا ملواني، هي الشقة اللي انت قاعد فيها دلوقتي. ملواني الشقة دي غريبة، انا ما استريحتش من اول ما رجلي قعدت بيتها، اتأكدت من ده في نفس اليوم لما سبتني ومشيت وفضلت بره طول اليوم. ملواني انا يومها كنت حاسس بحركة حواليا في الشقة، كنت حاسس ان انا مش لوحدي وكنت خايف قوي، لذلك انا بدأت ألهي نفسي في المصحف علشان قلبي يطمن واهدى. واكيد يا ملواني انت بتسأل نفسك دلوقتي انا ليه سبت شقتك ومشيت، رغم ان انا ما لقيتش سكن ولسه قاعد في فندق صغير، لان يا ملواني
ملواني الليلة اللي انا نمتها على سريرك كانت اسوأ ليلة انا عشتها في حياتي. انا ما نمتش يومها من كتر الخوف، كنت نايم على سريرك وحاسس بوجود شيء حواليا في الأوضة، ولكن اللي كان مرعب اكتر هو انت يا ملواني. ايوه انت كنت قاعد براقبك وانت نايم في الصاله على الكنبه، وانت قاعد بتعمل حركات بايدك وبرجلك وكانك بتحلم. حاولت ان انا اصحيك ولكني ما عرفتش، وفضلت قاعد في الاوضه عندك وقاعد ومراقبك منها، وانت كنت وحدك في الصاله. تصرفاتك وقتها كانت هتخليني اموت من الخوف، لانك يا ملواني مش مجرد بس كنت قاعد بتعمل حركات غريبه وكانك متشنج، لا ده انت قمت من على الكنبه فجاه. ووقتها انا رحت لك وحاولت اطمن عليك، ولكني اكتشفت انك مش واعي للي بيحصل، وانت عمال بتتمتم بكلمات غريبه ومريبه وعمال تلف في الشقه بشكل مرعب. وبعدها رجعت للكنبه من تاني وكملت نومك. ما فقتش غير الصبح لما لقيتني قاعد جنبك. ملواني انا واثق انك مش بتمشي وانت نايم، انا واثق انك ما كنتش انت ده اصلا، ان اللي بيحصل في شقتك هو اللي خلاني اقول كده. ملواني انا مش فاهم ازاي انت قاعد في الشقه دي لوحدك، اللي بيحصل عندك ما هواش طبيعي. اهرب يا ملواني، اهرب من الشقه لانك عايش وسط الجن. وقتها يا مروقين مجرد ما مازن قال الجمله دي النور في الشقه حواليا قام قاطع. حاطط تليفوني على ودني وواقف وسط الضلمه، ما كنتش عارف اعمل ايه. فبدات ان انا اقول لمازن في المكالمه تعالى خدني بسرعه من الشقه، النور قطع عليا يا مازن. ولكن مازن وقتها ما كانش بيرد عليا. فضلت اقول له الو يا مازن انت معايا، بقول لك تعالى لي بسرعه الشقه. بس برضه مازن كان ساكت. بصيت في التليفون لان حسيت ان الخط قطع، ولكن مازن مازال معايا في المكالمه. فقمت قايل له رد عليا انا محتاج لك دلوقتي وبسرعه. وقتها يا مروقين مازن اتكلم وقال انا معاك يا ملواني في كل مكان انت فيه. وقتها انا بصيت للتليفون كده وقلت مين معايا؟ ده مش صوت مازن، انت مين؟ وقتها المكالمه فصلت، ومجرد ما المكالمه فصلت بدات ابص للتليفون كده وانا مرعوب، مين اللي رد عليا دلوقتي مكان مازن؟ ولكن وقتها بدأت أبلع ريقي كده بصعوبة لما حسيت ببرودة شديدة حواليا حلت على الأجواء الشقة من حواليا كده. ولا ده ضوء التليفون من اللي كنت ماسكه في إيدي كان متجه ناحية وشي ومنور حواليا في الشقة بشكل خفيف. وده اللي خلاني في اللحظة دي مروقين أشوف قدامي شيء واقف قصادي، ولكني ما كنتش شايفه كويس، وقلبي ما كانش مطوعني ان انا اوجه التليفون بتاعي ناحيته واشوفه. بس بدأت ان انا اميل الإضاءة بتاعتي ناحيته بكل بطء، وانا سامع نفس صوت زمجرة الكلب السعران اللي خارجة من الشيء اللي واقف قصادي وسط الضلمة ده. واول ما وجهت الإضاءة بتاعت التليفون بتاعي ناحيته لقيته واقف في وشي بالظبط. وقتها انا صرخت وقمت جاري بسرعة من مكاني. فضلت بقى اخبط في المكان شمال ويمين في العفش اللي حواليا وسط الضلمه، وحسيت وقتها ان الشيء ده عمال يتحرك قدامي وورايا بشكل مريب وكانه بيقول لي ان مفيش مفر منه. بس كنت بعافر وبجري وسط الضلمه رغم ان انا مش شايف قصادي شبر واحد، اني ما كنتش قادر افتح كشاف تليفوني من كتر الخوف. وفضلت مكمل جري وانا مش عارف انا رايح فين في الشقه، لحد ما لقيت رجلي اما اتخبط في حاجه وقعت مكان على الارض. وفي لحظتها لقيت شيء واقع جنب وشي على الارض واتكسر. ما كنتش شايف في لحظتها قدامي، والجو كان برد بزياده قوي حواليا، وده اللي خلاني ادرك ان الكائن المرعب ده حواليا لسه. فبدات اعدل التليفون وانا بترعش، وقمت مشغل الكشاف ووجهته حواليا بكل خوف في المكان، ولكني ما لقيتش اي حاجه. واكتشفت وقتها ان انا كنت في الاوضه بتاعت الضيوف. فبدات ان انا اتعدل من مكاني عشان احاول اخرج بره الشقه دي بسرعه، ولكن وانا بقوم سندت ايدي على الارض ولقيت شيء حاد دخل في ايدي فجاه. صرخت وشديت ايدي بسرعه كده من كتر الوجع، ووجهت الكشاف ناحيتها ولقيت ايدي عماله تنزف بالدم. فوجهت الكشاف بالراحه كده على الشيء اللي عورني، ولقيتها مروقين الفازه، ودي الحاجه اللي وقعت جنب وشي واتكسرت. بدات ان انا اقوم من مكاني بكل بطء وانا بحاول ارن على مازن من تاني اللي كان تليفونه مغلق في لحظتها. ما كنتش عارف اكلم مين، بس انا لازم اخرج من الشقه دي وبسرعه. بدات ان انا اوجه كشافي ده لبره الاوضه، ولسه يا مروقين همد رجلي لقيت النور قام رجع. وقتها بصيت حواليا كده في الاوضه قلت انا ما بديهاش، انا لازم اخرج من هنا وبسرعه. وقتها مروقين ايدي كانت عماله تنزف بشكل غبي. فبصيت على الفازه اللي كانت مكسوره في الارض وقمت سابب لها وانا متعصب وعمال اقول ده هو ده وقتك. ولكن وقتها مروقين لفت انتباهي شيء غريب. بدات اروح ناحيه الشيء ده بكل بطء، بدات اميل على الارض وانا باصص في الشيء ده، واللي كانت الفازه المكسوره على الارض، واللي وقتها لمحت جواها شيء ظهر لما الفازه دي اتكسرت. والشيء ده
كانت ورقة مطبقة وشكلها ملفت قوي. بدأت مروقين بكل حرص افتحها. كانت مطبقة على كذا مرة. فتحتها علشان في لحظتها قلبي يتقبض من اللي انا قريته جوه الورقة دي. حروف وارقام مكتوبة بشكل منظم، والورقة كان ملمسها خشن وكأنها مليانة ملح، وده غير الشعر اللي كان ملزوق في الورقة دي وكأنه ملزوق بدم. وقتها مروين عقلي كان خلاص أدرك إن أنا كنت غبي. اللي حصل لي طول اليومين اللي فاتوا دول كان بسبب شيء قذر مرسل من شخص مجهول كان هيوصلني للموت. الهدية اللي اتثبت لي على باب شقتي دي كان مجرد فازة، ولكن جواها شيء ملعون عبارة عن سحر اسود مربوط بيا، كان سبب في تغيير حياتي للأسوأ. وكنت بقرب من الموت خلاص، ولكني خلاص أنا عرفت أوقف كل ده إزاي. الو الو انا انا محتاج لك ضروري، لاني واقع في مصيبه ومفيش حد غيرك هيحلها. وانا كنت واثق انك هترن عليا النهارده قبل بكره، لان يا ولدي جدك الخضراوي خابر زين اللي هتمر بيه. مستنيك يا ملواني. ايه زازا فزازا وجرجر طازة. ورد بيضحك. لا ورد بيضحك جوه الفازة. والله كمان. بعد كده زازا فزازا وجرجر طازة احمد رمزي ورشدي اباظة. يا ابن اللعيب. دي ابن اغنية مشهورة. المهم مش انا عارف ان هي فازة فساتة. ورد بيلعب تحت الطاسة. والله.